بعد ما جالي مرض السكر من النوع الأول فضلت حوالي من 2 ل4 سنين. السكر بتاعي مش منتظم خالص، مهما بعمل كنت باخد في اليوم حوالي 100 وحدة أنسولين من سريع المفعول فقط. فعايزك تتخيل قد إيه الموضوع كان متعب جسديا ومتعب ماديا، وكنت دايما بصحى بالليل أخش الحمام بسبب إن السكر عالي. ساعات كان السكر يوطى ومشاكل كتير جدا، وما كنتش بعرف آكل، وكنت دايما بخاف من الأكل. طب لما آكل إيه اللي هيحصل؟ كنت عايش في قلق. بس بالصدفة لما قررت إن أنا أبحث في الموضوع ظهر لي فيديو، والفيديو ده أنا اتعلمت منه 3 حاجات. وال3 حاجات دول لما اتعلمتهم فعلا حياتي بقت مختلفة 180 درجة مع مرض السكر من النوع الأول. ففي الفيديو بتاع النهاردة أنا هقول لك ال3 حاجات دول وهعلمهم لك بالتفصيل. فلو جاهز كمل الفيديو ده للآخر، والفيديو ده فعلا هيفيدك جدا لو انت عندك سكر. بس في الاول خالص، اسمي خالد ناصر، مصاب بمرض السكر بقالي 6 سنين. بشاركك تجربتي كشخص مصاب بالسكر من النوع الاول ومتعايش مع مرض السكر، والحمد لله قدرت اساعد ناس كتير انها تتعايش مع مرض السكر قدامك على الشاشه عن طريق الاستشارات الاونلاين. لو حابب تحجز ميعاد كل التفاصيل موجوده تحت. يلا بلاش كلام كتير، احنا طولنا في المقدمه نوعا ما، ونبدا في الفيديو. بس خلينا نقول حاجه قبل ما نخش في النقطه الاولى. الفيديو ده مش معناه ان انت مش محتاج دكتور، مفيش حاجه اسمها كده. انا مش بروح لدكتور، انا مش بروح، بس انت لازم تروح. لان انا تعبت وطلع عيني، ولسه لحد دلوقتي بتعب وبتعلم وطلع عيني علشان اقدر اظبط مستوى السكر مني لنفسي. والحمد لله الموضوع متظبط وانا شايف نتائج كويسه من تجربتي انا كشخص. فاكيد تجربتي مش هتنفعك، الكلام اللي في الفيديو ده هيفيدك، لكن فكره ان تقتنع ان انت مش محتاج دكتور ده مش صح قوي. تمام؟ فلازم يكون معاك دكتور. ويلا بينا نخش على اول حاجه، واللي هي بقيت اعرف ازاي احسب الكارب. ايه الكارب ده؟ الكارب ده انت لو ما تعرفوش وانت عندك سكر نوع اول، صدقني انت حياتك متدمره، متدمره بمعنى الكلمه. يعني مثلا انا عندي هنا، محطوط عندي هنا كاس عصير. تمام؟ ده كاس عصير، خلاص. ده فيه حاجه اسمها كارب، واللي هو النشويات. يعني لما بيدخل الجسم في نسبه منه سكر. انت كمريض سكر لازم تعرف نسبه السكر او نسبه الكارب اللي موجوده في اي حاجه هتاكلها. تمام؟ اي حاجه، اي حاجه فيها كارب، عيش، مكرونه، رز، ايا كان هتاكل حاجه من بره البيت، ايا كان انت هتاكل ايه. تمام؟ فلازم تكون عارف الكارب اللي موجود في الحاجه. واللي يساعدنا نعرف الحاجه دي بكل بساطه شات جي بي تي، جوجل، ايا كان. صور له الحاجه او حاول ان انت مثلا تجيب اي رقم تقريبي، واغلب الحاجات بيكون مكتوب عليها من ورا. مثلا يعني يكون مكتوب عليها من هنا القيمة الغذائية بتاعتها والكربوهيدرات اللي فيها لكل 100 جرام أو أيا كان لكل قد إيه وكام في المية والكلام ده كله. فأنت بتوزن الحاجة وبتعرف. تمام؟ الشيء ده هيساعدك جدا، واللي هفهمك ازاي هيساعدك في النقطة الجاية. بس خليك فاهم ان انت لازم تعرف الكرب اللي موجود في كل حاجة. فالكرب ده هو اللي بيرفع مستوى السكر عندك. تمام؟ هو ده اللي بيخلي السكر عندك يرتفع. لما بتاكله السكر بيرتفع. يعني في حالة لو في انخفاض انت محتاج مثلا عصير، مثلا حاجة فيها كرب زي ده، ترفع لك السكر بسرعة. والكرب السريع اللي هو مثلا موجود في العصير أو موجود في التمر، الحاجات دي بترفع سكر الدم بسرعة نوعا ما. ويلا بينا على النقطة التانية، واللي هو اعرف معامل الكرب بتاعك. وبكل بساطة من غير تعقيد، معامل الكرب بيعرفك وحدة الأنسولين يتاخد كام قصادها كرب من النقطة اللي احنا قلناها في قبل كده. يعني مثلا لو انت تاخد كيس عصير، وكيس العصير ده مثلا لقينا ان فيه حوالي 50 جرام كرب، فانا محتاج كام وحدة انسولين علشان سكري يفضل منتظم. تمام؟ فهو ده معامل الكرب باختصار، بيعرفك وحدة الانسولين بيتاخد كام قصادها من الكربوهيدرات. ومعامل الكرب ده اكتر حاجة ممكن تساعدك فيه هي قاعدة ال 500. ايه قاعدة ال 500؟ بكل بساطة 500 على جميع وحدات الانسولين اللي انت بتاخدها على مدار اليوم من السريع والبطيء، اجمعهم وقسمهم على 500 هيطلع لك رقم. مثلا الرقم ده طلع لك 10، طلع لك 15. فبكل بساطة كل 15 جرام كارب وحدة انسولين. يعني مثلا لو انت تاكل 100 جرام رز، ف 100 جرام رز احنا بنقول مثلا في 30 جرام كارب، وانت لقيت ان المعامل بتاعك 15، فانت محتاج وحدتين انسولين. وطبعا الرقم اللي بيطلع ده تقريبي، يعني انت لما بتعمل المعادلة دي بيطلع لك رقم، الرقم ده تقريبي مش رقم مظبوط 100%. بيجي بالتجربة، بيفرق إذا كنت نشيط أو مش نشيط. يعني لو طلع صح النهاردة ممكن ما يطلعش صح بكرة. علشان كده لازم يكون في جنبك طبيب يكون فاهم حالتك 100%، بيحسب لك الكارب، بيعلمك ازاي تاخد انسولين مناسب للوجبات. بس بكل بساطة حتة معامل الكارب دي انك بتاخد انسولين مناسب للاكل اللي انت هتاكله. يعني لو هتاكل وجبة
تعرف تاخد لها كام انسولين. فلو ربطنا النقطه اللي فاتت بالنقطه دي، انت بتعرف الكارب وبعد كده بتعرف معامل الكارب علشان تاخد انسولين مناسب للكارب. تالت حاجه واخر حاجه في الفيديو بتاع النهارده، معامل التصحيح. ايه معامل التصحيح؟ بكل بساطه، لو سكرك عالي ازاي توطيه للمستوى الطبيعي. ازاي نعرف ان السكر عالي؟ لما بيطلع فوق ال 180. السكر الطبيعي من 90 لحد 180، مع العلم ان الرقم ده بيختلف. يعني انا شخص لو سكري مثلا عدى ال 150 انا محتاج تصحيح، لان انا لو مثلا هاكل وجبه واخدت انسولين مناسب للوجبه دي بالظبط وسكري كان معدي ال 150، بلاقي بعدها بساعتين سكري عالي جدا. فانا من الاشخاص اللي السكر الطبيعي عندي مختلف. طبعا الكلام ده يعتبر غير معترف به علميا، لكن انا بقول لك الموضوع ده عندي انا. فبس السكر المعترف به الطبيعي المريض السكر من 90 لحد 180. انت بتاخد الجرعه الصحيه لما سكرك بيعدي ال 180. يعني مثلا سكرك بقى 200 250 300، انت محتاج كام وحده انسولين علشان توصله للمستوى الطبيعي؟ يعني نقول 120. فبتعرف وحده الانسولين بتنزل من سكرك كام بالظبط. فعلشان تعرف الحاجه دي، في معادله هتساعدك، واكتر معادله مشهوره بتنفع مع اغلب الناس. انت بتجيب 1700 على مجموع وحدات الانسولين اللي انت بتاخدها، تمام؟ بتحسب السريع والبطيء وبتقسمهم على 1700، بيطلع لك رقم. الرقم ده رقم تقريبي وحدة الأنسولين بتنزله من سكرك، 1700 على مجموع وحدات الأنسولين. فبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. أنا عارف إن الفيديو ما طولش والفيديو ما كانش فيه كلام كتير، وهم الثلاث نقط دول بس. فعلا لو أنت فهمت وتعلمت الثلاث نقط دول وكان جنبك طبيب كويس أو أنت سعيد في الموضوع ده، صدقني حياتك بتتغير 180 درجة. انا حياتي اتغيرت مع السكر فعلا لما عرفت الحاجات اللي انا قلتها لك في الفيديو دول، وان انا عرفت ازاي احسب الكارب، عرفت معامل الكارب بتاعي، وعرفت معامل التصحيح. وبعد الفيديو ده باذن الله وداعا لتذبذب مستوى السكر. ففي نقطة عايز اقولها، في الحاجات اللي قلت لك العمليات الحسابية، انت بتكتب الرقم اللي قلته لك. يعني معامل الكارب 500 على جميع وحدات الانسولين، بتكتب ال 500 الاول وبعد كده على وحدات الانسولين انت بتاخدها كلها. وفي نفس الكلام في المعادله الثانيه 1700 اللي هي معادله التصحيح على جميع وحدات الانسولين انت بتاخدها في اليوم، مش العكس، مش وحدات الانسولين على الرقم اللي انا قلته لك، لا. بس كده، لو حابب تحجز معايا ميعاد الخص لك كل الكلام ده واحسب لك انا كل حاجه واساعدك خطوه بخطوه ان انت تعيش فعلا حياه افضل مع السكر، مش مجرد يبقى الرقم كويس على الجهاز بس حياتك متدمره، لا، حياتك هتكون افضل مع مرض السكر، فعلا هتكون سعيد بوجودك في المرض ده. وده اللي انا حصل لي وساعدت ناس ان هم يعملوه. اللي كانت موجوده تحت في الديسكربشن، ابعت لي على ريحك. وبس كده، اعمل اشتراك، اعمل لايك، عايزين نخلي القناه دي اكبر قناه بتتكلم عن الموضوع ده. وبس كده، اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.